السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة سوبر توجي أم بدر. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد أتمنى أنه ينال اهتمامكم. بصراحة عايزة أتكلم معاكم على مواقف كلها حصلت في الحقيقة وحصلت معانا إحنا شخصيا، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. لما نوصل للحالة اللي إحنا فيها دي، لما تنزلي السوق وتلاقي البياع نفسه، المفروض ان احنا كلنا يعني ربنا يعلم بينا، تلاقي الميزان نفسه في كفة تقيلة وكفة خفيفة. فالكفة التقيلة بيحط فيها، اذا كنت انتي بتشتري بطاطس ولا خيار ولا طماطم، تلاقيها هي بتطب بسهولة. فلما يجي يبيعلك الحاجة، بدل ما بتاخدي الحاجة كيلو تاخديها كيلو إلا، وبتدفعي التمن. طبعا انتوا عارفين الأسعار عاملة ازاي، يعني سرقة عيني عينك. فمش عاجبك مش عاجبك اتفضل روح شوف ناس تانية. وطبعا بيقع في الموضوع ده ناس كتير جدا. يعني انا لو ما كانش معايا جوزي وشاف المنظر، ما كانش قال لي للبياعة اللي في وشي يعني وهي واقفة، لو سمحتي انقلي الحاجة في الكفة التانية وحطي الحديد في الكفة الخفيفة اللي هي التانية، يعني تعكس الحاجة. الموقف ده حصل عيني عينك. بصراحة الواحد لما يمشي بالسوق تاني ما بقيناش نعدي على الست دي. طبعا قيسي على كده حاجات كتير جدا. لما تكون شايلة طلبات كتير، مثلا راح السوق وشايله كيس مثلا خيار وطماطم، كله اكياس اكياس اكياس، وبعد كده بتحطي الحاجة تحت رجليكي فبتشتري حاجات تانية قدامك، فتيجي تبصي على الارض على حاجتك عشان تشيليها وتمشي، تلاقي كيسين تلاتة اتسرقوا منك وانتي واقفة ومش حاسة بأي حاجة. مش عارفة بصراحة الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل على مين بالظبط، على الحرامي ولا على الأسباب اللي سببت إن هو بقى حرامي، ولا على الناس اللي نفسها واقفة بتبيع وتشتري وبتسرقنا عيني عينك، ولا الواحد يحاسبن على الظروف الدنيا، ولا الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل على مين. في موقف تاني حصل بقى مع زوجي. كان جاي في الشارع، بس مش الشارع بتاعنا احنا، كان الشارع المقابل للشارع بتاعنا، شارعين في وش بعض يعني. واحدة قابلته في الطريق وقالت له لو سمحت ممكن تديني 20 جنيه علشان عايزة اجيب طلبات من السوق، ده احنا جيران، يعني انا ممكن اقابلك تاني في اي وقت فاديكي ال20 جنيه. اولا جوزي اول مرة يشوف الست دي في الشارع، ولما شافها قالها طيب طالما احنا جيران، تعالي انا ما معيش فلوس فكة، ممكن تيجي تقفي على باب الشارع على باب البيت، وانا هطلع دلوقتي بيتي وانزلك الفلوس في السبت. فقالت له طيب ممكن 10 جنيه. فطبعا ازاي ده انت كنت محتاجة 20، فجاي دلوقتي 10 جنيه، يبقى الموضوع في حاجة غلط. فطبعا الست احرجت وخدت بعضها وتمشي مشيت. فانا عايزة افهم ازاي الستات دي وصلت للدرجة دي. يعني انا مش عارفه اقول هل هي فعلا محتاجه، بس هي ست نازله معاها اكياس وطلبات طب انتي نازله على قدك، ازاي البجاحه ان انتي توقفي واحد ما تعرفيهوش تاخدي منه فلوس؟ طب ما تروحي بيتك. الموقف ده حصل يا جماعه مع زوجي، وانا عارفه ان انا عندي متابعين من الرجال المحترمين، يعني كراجل لو الموقف ده حصل معاك هل انت هتتعامل ازاي في الموضوع ده؟ في بعض الستات البجاحة بتاعتها عالية شوية، يعني ممكن توقف الراجل فتقول له مثلا عايزة 20 جنيه، عايزة 50 جنيه، اصل مش عارفة ايه، وتحكي له حكاية كده، ولو ما ادتنيش الفلوس انا ممكن اصوت دلوقتي والم عليك الناس واقول ان انت مثلا تحمرشت بيا. فالراجل فهي اتخض يقوم مديها الفلوس واخد بعضه وماشي. فانا عايزه افهم ازاي وصلنا للدرجه دي، الواحد مش عارف يضحك ولا يعني يعيط ولا يبكي. يعني الواحد لما بيتسرق بقى يا نهار ابيض ده انا اتسرقت. يعني انا نفسي شخصيا اتسرق مني البوك بتاع في السوق في مره. مواقف زي كده كتير. فانا يعني عايزه اقول لكم احترسوا، خدوا بالكم، في حاجات زي كده ممكن تحصل بس بأشكال مختلفة. مع السلامة.